المسلسل ده من أكتر المسلسلات اللي مستنيها في رمضان. مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي والنجم الكبير محمود حميدة. أنا أعتقد إن التلاتة دول لما يبقوا مع بعض في مسلسل أو أي عمل عموما أكيد مش هيطلع عمل أي كلام. ده غير إن المسلسل ده من تأليف المؤلف مهاب طارق، هو اللي ألف مسلسل جعفر العمدة، واللي هو يعني واحد من أنجح المسلسلات اللي نزلت مؤخرا، وأنجح مسلسل في السنة بتاعته. وهو برضو اللي كتب مسلسل لحظة غضب اللي نزل السنة اللي فاتت، وانا شفته بعد رمضان وعجبني جدا، ويعني اعتقد من احلى مسلسلات رمضان السنة اللي فاتت. وده تاني تعاون ليه مع طه دسوقي لان هو اللي كتب مسلسل حالة خاصة، وهو برضو اللي كاتب مسلسل من المسلسلات اللي مستنيها اللي هتنزل برضو في رمضان، مسلسل اخواتي. بطولة نيلي كريم وجان الشماشرجي وكندا علوش وروبي. المسلسل من اخراج شادي عبد السلام، ده تقريبا اول عمل هو يخرجه، او عمل اعمال قبل كده بس انا ما شفتهاش. بس حقيقة اتمنى المسلسل ده يطلع حلو، البوستر بتاعه حلو جدا. نزل برضو ليه اعلان 15 ثانية ما فيهوش طبعا اي تفاصيل، بس يعني كان اعلان حلو جدا وشدني. ونزل اعلان لكل شخصية، يعني شخصية طه دسوقي وشخصية احمد مالك تقريبا اللي فهمته ان هو طالع ملاكم او شغال حاجة في السيرك. وعموما الاجواء بتاعت المسلسل مفكراني بمسلسل مسار اجباري.